بسم الله الرحمن الرحيم. طه موسى يحييكم في قناة تعليم الشنط الجلدية طه موسى. النهارده إن شاء الله هنتكلم في هذا الفيديو عن دواسات المكنة بتاعتي. طبعا المكنة بتاعتي معروفة مكنة حمام زيت صناعي. الدواسات بتاعتي مش كتير. طبعا المتابعين قناتي شافوا شغل كتير جدا. هل يا حاج طه او عنوان هذا الفيديو الدواسات اللي انا بشتغل بيها. اول حاجة في دواس العادي المعدن اللي بيجي مع المكنة. دواس معدن اللي بيجي مع المكنة. طبعا ده مش مستحب نشتغل بيه في الجلود. بعد كده في دواسات بلاستيك. دواسات بلاستيك في منه الابيض وفي منه الاصفر. ده وده يشتغل مفيش اي مشكله. يبقى عندنا دواس المعدن العادي، وبعد كده الدواس البلاستيك في منه الاصفر وفي منه الابيض. بعد كده في دواس يمين وشمال. في دواس يمين وشمال معدن. ده لو نخيط حاجه اسمها كعب شوكولاته. وفي منه البلاستيك. يبقى اول واحد الدواس العادي المعدن، الدواس البلاستيك، الدواس المعدن يمين وشمال، الدواس بلاستيك يمين وشمال. يبقى دول مجموعة دواسات خلصنا منهم. هنيجي عن اهم دواس ودايما الناس بتتكلم عنه، الدواس المفحور بتاع الكرتون. في منه عريض سنت ونص، وفي منه كنز. بس اهم حاجة ناخد بالنا في اليمين والشمال. يعني دوت شمال، ده الصح نشتغل بيه، وده اليمين. يا دوت فتحة يمين وده فتحة شمال. يبقى احنا بنشتغل بالدواس الفتحة الشمال. طب فين يا حاج طه في دواس دايما انت بتشتغل بيه بنشوفه؟ الدواس بتاعي اهو. طبعا كنت زمان بنفحره بسرعة منشار واجيب واحد تاني اسيحه. هم وفروا علينا، جابوا لنا دواسات بالشكل ده. احنا عايزين نركز على ده. دواس بلاستيك مفحور شمال. ده شمال وده يمين. يبقى احنا عايزين اللي هو مفحور شمال. عفوا انا كنت ماسك كده، لا المفروض عديته كده. ادي المكنه، لو راكب على المكنه كده يبقى ده شمال صح اهو. اركب على المكنه يبقى ده صح الشمال. اليمين ناحيه المكنه، يمين المكنه وشمال المكنه. ده يمين المكنه اهو، وده شمال المكنه اهو. يا رب نركز على الدواسين دول، يمين وشمال اهو. دواس مفحور يمين وشمال. الافضل نجيب اللي هو عرض 1 سم. طب ايه يا حاج طه ممكن عندك دواسات؟ هل في دواس مفحور معدن؟ ايوه في دواس مفحور معدن اهو، بردك شمال، بردك شمال. يبقى ده شمال، ده يمين وده شمال. يبقى ده اخو ده اهو.
الاتنين اتجاه واحد. بس المعدن مش مستحب اشتغل بيه لانه اصلا بيبقى ايه ناعم على الخامه، فنضطر يديله زيت. طب يا حاج طه، هل في حاجه تاني تشتغل بيها غير الدواسات دي كلها؟ طبعا انا مش هختار المجموعه دي كلها. يبقى دي الدواسات اللي بشتغل بيها، مش شرط اشتغل بده كله. اهو ادي واحد واحد اصفر، واحد ابيض، ده او ده، واحد ده يمين، واحد شمال. طيب هل ممكن اشتغل دول بس؟ كل شغلي اشتغل دول، ولكن في اضطرار لو اعمل كعب الشوكولاته بتاع الشنطه الهاند باج. الاثنين دول اتجاه واحد، لا محتاج واحد يمين وواحد شمال، ولكن ده مش مستمرين. هل ده حاجه بتاع السوسته؟ لا، بتاع السوسته دواس عادي من ده خالص. اللي ظبط السوسته ده كل شغلي بالدواسات ديت. عشان اكون صادق، الدواس اللي هو بيشتغل دي دايما شوف دول كلهم زياده مش هخسروا. كم على جنب. طب هل حاجه ممكن بتشتغل حاجه تانية؟ في قلنا الروضه جميله جدا للجلد الطبيعي الدوران بالذات. الروضه مش على طول، مش دايما بركب الروضه مكانها فين؟ هيبقى هنا مكان الدواس. طبعا انا عملت فيديو قبل كده ازاي اركب الروضه، ازاي تفكها، وازاي اركبها، وازاي تشتغل. سهله جدا. الروضه للجلود الطبيعيه والاخص الدوران. طيب هل حاجه عندك معلومه تاني؟ ايوه عندي معلومه الوش. دايما بقول عايزين وش مكنه واسع. الخرم ده بيكون واسع. في خرم تاني، في وش تاني ضيق. في بس للاسف مش عندي دلوقتي. ممكن يا رب يكون عندي، عشان بس نعرف الفرق بين الخرم الواسع والخرم الضيق. كان جنبي. طيب قلت محتاج وش مكنه واسع. ده وش مكنه ضيق، الخرم اهو اللي بينزل في الابره، وده الواسع. طبعا الوش اللي هو ده النص ضيق. طيب انا حبيت اجيب وش مكنه واسع. مهم جدا جدا، لا اما اخد الوش القديم، لا اما اجيب وش واسنان. لازم تكون في توافق مهم جدا بين الوش والسنان. هل في اسنان مختلفه عن الوش؟ ايوه في توافق. يعني الاسنان دي كلها تتوافق مع، بص هنا هنا كويس برضك. يعني مهم جدا توافق السنان اللي هي ديت مع الوش. لا اما اخد الوش القديم ده او اجيب طقم. في ناس بيقولوا طقم خشن، ماليش فيه، ما فهموش. يبقى الطقم العادي سنان خالص. طيب في ناس دايما بتشتكي يا حاج طه السنان بتعلم على الجلد. في حل؟ في حل. في اسنان مكسيه ببلاستيك. ديت ان شاء الله هتبقى حنينه على الجلد. ان شاء الله تبقى حنينه على الجلد ونفس هو الوش. يا رب يكون وفيت موضوع الدواسات حقها. ده كله رأس مال الورشة او الصنايعي او الفني. اوعى حد يستغنى عن اي حاجة من دول. لا قدر الله الدواس اتكسر، عن دواس مختلف. الوش عند وش، الابر. يعني كل ده رأس مال الفني اللي هو بيشتغل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والى اللقاء في فيديو آخر.